في حين يقبع الأب في السجن تنفيذا لحكم بسجنه 13 عام و2000 جلدة بتهمته الاعتداء على ابنته واغتصابها لعدة سنوات. أيضا أضاف أن الشقيقات لجأن للجنة تراحم لطلب المساعدة القانونية، وتسلمت اللجنة الملف وجاري التعامل معه. وطبقا للصك الصادر عن لجنة قضائية تحتفظ صحيفة عكاظ بنسخة من الصك، فإن الأب أقر في البداية بأنه تكرر اعتداءه على ابنته منذ طفولتها، وظل يمارس معها الرذيلة على مدى سنوات، وتسبب في طبعا فض بكارتها. واعترف أنه كان يتحير خروج زوجته وأولاده من المنزل ليتمكن من الاعتداء على ابنته، وكان يهددها بالضرب والطرد من المنزل حتى ترضخ لمطالبه ونزواته الحيوانية. وأسفر التحقيق مع الأب عن توجيه الاتهام إليه بممارسة فعل الفاحشة بابنته منذ سنوات عديدة تحت الضرب والتهديد، رافضا مواجهة ابنته أمام المحكمة. وطالب المدعي العام الحكم على الأب بحد الحرابة.